خلاص الاغنيه طلعت ترند ومحدش لا عندي حاجه، ويلا من هنا يد منك ليه. دي ردة الفعل اللي قراها الجمهور في تصرفات محمد رمضان في الفترة الأخيرة. اللي ما يعرفش الموضوع ايه، فالفنان المصري محمد رمضان كان من قيمة 5-6 أيام عامل مسابقة للي هيتوقع اسم أغنيته الجديدة ايه هيكسب 5 مليون جنيه. طبعا انهالت التعليقات، وانت عارف الوضع اللي في البلد والناس ومحدش لاقي شغل والناس بتكح تراب. كله طبعا اللي يخش يقول لك والد البلد، واللي يقول لك انا فرعون، واللي يقول لك كاريزما، واللي يقول لك مش عارف ايه، وانهالت عليه التعليقات والتفاعلات، كله عشان يكسب بقى. المهم كل يوم الفنان محمد رمضان يغششهم، يديهم شويه معلومه، يقول لهم الاغنيه اسم الاغنيه موجود في اخر 3 اغاني عندي، بعدين يقول لهم اسم الاغنيه موجود بين كلمات اغنيه برج السور واغنيه كبير بلد، والناس يبقى ها وتجاوب وتعمل، والناس كلها عاوز يكسب دول 5 مليون. المهم وباقي يومين، باقي 24 ساعة على انتهاء المسابقة. والمهم الناس تتفاجئ من محمد رمضان بعد انتهاء المسابقة انه راح منزل بوست ويقول لك للأسف محدش جاوب صح، وجايزة ال5 مليون خلاص محدش هياخدها عشان محدش جاوب صح، رغم ان في ناس كتير كانت مجاوبة صح، وفي واحد كان مجاوب صح وقال لك انا قعدت من الشغل بقى لي يومين مع عشمان بقى عاوز اجوز اختي وعاوز مش عارف ايه و 5 مليون، وهو ما كسبش حد. وقال عشان الناس ما جاوبتش صح فانا عملت لكم مسابقه تانية بقيمه 4 مليون جنيه للي هيتوقع الاغنيه موجهه لمين. طبعا الناس كله اللي يقول لك موجهه لرئيس مصر، واللي يقول لك موجهه للحضاره، واللي يقول لك موجهه للتاريخ، واللي يقول لك موجهه للكزبره، وكل واحد بكلمه بقى وكل واحد عشان يكسب. المهم برضه في ناس مجاوبه صح. لحد النهارده محمد رمضان راح منزل بوست قال لك للاسف محدش جاوب برضه على جايزه ال4 مليون ومحدش كسب ومش عارف ايه، تمام. والاغنيه كانت موجهه للي بيفكر ينافس محمد صلاح في ليفربول ومش عارف ايه، وانهالت عليه الناس بالتعليقات بقى، ويقولوا له انت كذاب وانا كاتب محمد صلاح وانت ازاي ما فوزتنيش ومش عارف ايه والكلام ده. بعدها مفيش نص ساعه محمد رمضان لما لقي الناس اتقلبت عليه بقى والجمهور مش عاجبه الوضع وردة الفعل، قام حذف البوست، قام الدنيا اتقلبت عليه اكتر. فيا جماعه انا بقول لكم المواضيع دي نصب، ده جلده يا جماعه. يا راجل ده الطيار اللي دخل اتصور معاه في كابينه السواقه واترفد بسببه من الشغل، وبعدين الراجل اتوفى من الحاله النفسيه اللي كان فيها، وقال لك انا هديله 6 مليون، ما عطلوش ولا جنيه لحد الان، ما عطاش لعيلته ولا اهله ولا جنيه، عاوز يديك انت. والصراع ده اللي طالع بتاع المسابقات، طلع لك واحد اسمه حسن ابو الروس قال لك انا عامل مسابقه اللي هيتوقع مين هيغني معايا الاغنيه الجديده بقيمه 5 مليون دولار. يخرب بيت كده، ده محمد رمضان اللي اسمه نمبر 1 ما طلعش 5 جنيه من مسابقه ال 5 مليون جنيه، وانت عاوز تطلع 5 مليون دولار. اقسم بالله لما شفت البوست انا ما كنت اعرف مين حسن ابو الروس. ايوه بصراحه بص، الفنان احمد العوضي بيعمل مسابقات منطقيه وبقيمه مثلا 100,000 جنيه، هيدي كل واحد مثلا 10,000 جنيه وهيكسب 10 اشخاص. هو حاليا عامل مسابقه هيكسب 40 شخص، كل شخص هياخد 10,000 جنيه ب 400,000، ومنطقيه. ودي المسابقه رقم 38 او 37 على ما اتذكر، وبيكسب الناس وصادق في كلامه يعني، والناس بتشكر فيه لدرجه الناس كانت بتسف على محمد رمضان في الكومنتات تقول له احمد العوضي ارجل منك، احمد العوضي بيقول الكلمه ما بيرجعش فيها ابدا. وبس يا جماعه الكلام كتر في الحوار ده، فيا ريت يا جماعه لو حد بس عمل مسابقات بعد كده ويستغلكم ويستغل احتياج الناس للفلوس وقله الفلوس في الزمن ده، ما تجروش يا جماعه وراه. هو بيجمع ريتش، عاوز يطلع الاغنيه ترند، والاغنيه طلعت ترند خلاص وحقق غرضه. يا ما الاغنيه اصلا مش هتدخل له الفلوس ال5 مليون اللي هو عاوز يديها لكم، فانتوا عاوزين تاخدوا منه 5 مليون. وبس لحد هنا يا جماعه، وما تصدقوش اي حد تاني، والسلام عليكم.